تقريبا احنا اخر 2 في مصر بنعمل بودكاست، بس الحقيقه ده اول بودكاست نعمله احنا الاتنين، واول بودكاست بيتكلم عن العادي والطبيعي مش الاستثناء. ولاننا كوتشز فاحنا مهتمين اكتر بالبساطه والجمال العادي والطبيعي اللي موجود جوه البني ادمين وجوه الانسان. عشان كده ان شاء الله في حلقات بودكاست وادي قاعده هتلاقوا معانا حبه روقان. لان مش كل القعدات اللي بنقعدها بتكون شبه بعضها. في قعدات نتفق عليها، وقعدة بتيجي صدفة، وقعدة بنبقى مغصوبين عليها، وقعدة بنبقى حابينها. لكن احلى قعدة القعدة اللي بتكون بمزاجنا لما بنقول وادي قعدة. ازيك يا منال؟ ازيك يا اسامه؟ اخبارك ايه؟ انا تمام. كله تمام. احنا الجزء ده الجزء الثاني من حلقه النجاح. احنا اتكلمنا في الحلقه الاولانيه عن النجاح، عن مفهومه، مقاييسه، ارتباط الفشل بالنجاح وازاي تنجح. اتكلمنا عن حاجات شبه دي كتير كمان. والحقيقه احنا النهارده هنتكلم، بما اننا بنتكلم عن البساطه، هنتكلم في الجزء ده عن نماذج حقيقيه من الواقع بتاعنا حققت النجاح بطريقه بسيطه جدا. نماذج بسيطه للنجاح، ناس هي مش واخده بالها انها ناجحه، ناس مش واخده بالها انها ناجحه زي ما احنا الناس اللي بنشاور عليهم ان هم ناجحين. في نماذج من دي في حياتنا موجوده كتير. صح جدا. الفكرة ان احنا كمان لما بنسقط جزئية انه النجاح مرتبط بكل الناس اللي حوالينا او المجتمع، بانه ده الشخص اللي بنشاور عليه، يبقى حصرنا النجاح في حتة ضيقة قوي. اربطي لي بقى الجزئين ببعض، الحلقة اللي فات بالحلقة دي. قولي لي النجاح في كلمة كده، تقولي ايه؟ صعبتها عليا. شطورة انت، بس قولي. بشوف ان النجاح هي وعي، شعور، احساس. يعني انا بحس ان انا ممكن ابقى حاسه باني ناجحه. النجاح كمان ممكن يبقى تقبل. انا ببذل مجهود وباخد خطوات تجاه حاجه، وبسعى لتحقيق هدفي. هدفي اتحقق بنسبه 70%، فانا في الستيت دي انا متقبله جدا نجاحي في تحقيق 70%. هاي انا صح. بشوفها كده. يعني حد تاني ممكن يقول انا فشلت عشان ما حققش 100% وحقق 70%. ففكره وعي، فكره تقبلي، فكره شعوري واحساسي انا اصلا ناجحه. انا اصلا بشوف نفسي حد ناجح وبيحقق حاجات كتير قوي. حتى لو في عندي حاجه 2 3 فشلت فيهم مره 2 3 برضو مفيش مشكله، لاني في الاساس انا ناجحه. يعني انا بحس البوينت دي هي زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، هي مايند سيت. يعني دي طريقه تفكيري. انا بشوف الامور ازاي. فكره كمان النجاح انه بيرتبط بكاتيجوري معينه. برضو شايفاها يا هتضيقها عليك قوي، يا اما هتسمح لك بانك تكون ناجح في حاجات عن حاجات. ودي برضو فكره تقبل. يعني انا ممكن اكون ناجحه جدا في تكوين علاقات، بس مش ناجحه قوي في كاريري، ناجحه في على الجانب الاسري، او ناجحه بس مش ناجحه قوي ففكره برضو هرجع للتقبل ان انا مش كل الكاتيجوريز هبقى ناجحه فيها بنفس المقدار. يبقى ما تتحسبليش نجاح. لا، هي نظره انا او أيوة. تقبلي انا للنجاح على مستوى معين. حلوه نظره انا دي. هي هنا ايه رايك في اللي بيقول ده، او يعني هو عايز ياخد الاوسكار في احسن شخص ناجح او جايزه نوبل؟ يعني أو انا هو ده الناجح بس. يعني دي المقياس بتاعي انه كده. لا، انا مش بشوف كده. احيانا كمان النجاح يعني زي ما بنقول، انا بدعم قوي ان الشخص يبقى واخد باله او شايف نجاحه، بس احيانا كتير النجاح بيجي وانت مش واخد بالك، وانت سايب ايدك زي ما بيقول. انت النجاح بيجي وانت سايب اثر، وانت معلم او سايب علامة في شخص او في شيء انت عملته فرق مع غيرك بعدك. صح. احيانا كتير انا بشوف النماذج دي، انه حد يكون اشتغل في مكان وحقق نجاح فيه، هو ما شافوش، ما لحقش يجني ثماره زي ما بيقول. مشي الشخص ده من الشغل، جم ناس بعده لقوا حاجات جاهزة خلاص للختام، لنهاية النجاح او للتايتل بتاع النجاح. هو ليه فضل كبير في ده. صح. دي العلامة والأثر الشخص ده سابه. صح.
انا بشوف كمان انه زي ما بقول لك مش لازم تكون حاجه الواو على قد ما هي النجاحات اليوميه. يعني انا بعمل ايه في يومي ناجح. انا ياما بقابل ده جوه السيشنز، انه خصوصا عند الستات يعني بلاحظ ده، انه الست لو قاعده في البيت بتشوف ان يومها بلا فائده، بلا نتاج، بلا نجاح. بيحصل كتير جوه السيشنز، وانت بتشوف طبعا ده معايا. طب انت عملتي ايه في يومك؟ تكتشف ان الست دي سوبر وومن جوه البيت، عملت حاجات كتير جدا انا تعبت وهي بتحكيها. من كتر ما هي الست واخده بالها من زي ما انت قلت البيت كامل. بتعمل ده العادي وهي مش واخده بالها انها بتعمل ده. مش عارفه، مش شايفه. انت يعني انا بقول لك فعلا بتعب. انت ازاي ما شاء الله يومك بيكفي كل الحاجات دي؟ انت بتحمي بيت كامل، واخده بالك من كل فرد في العيله، واخده بالك من البيت نفسه، واخده بالك بالستبس اللي بتاخديها. في الاخر يا حبيبتي هي بتيجي بالليل تدخل تنام تفتكر انه انا ما لحقتش اعمل، انا ما لحقتش اخلص اللي ورايا، انا كان نفسي اعمل كذا. فتبتدي بجلد ذاتها على حاجه، في حين انه المفروض تشكر نفسها على اليوم الطويل بالمهام اليوميه بالحاجات اللي حققتها. هنا بقى بيجي فكره انه احنا عندنا مفاهيم النجاح مفروض نتمسك بيها او نتشبث بيها عشان نفضل شايفين ده طول الوقت. نكمل صح؟ نكمل بالظبط. هو انا اللي فهمته من كلامك ان في اشكال كتيره للنجاح ببساطه شديده جدا، سواء بقى في الطريقه او في طريق النجاح نفسه او في البروسيس اللي انا ماشي بيها، ده اصلا هو بيبقى بسيط، او حتى في الشكل النهائي للنجاح، الوصول اللي احنا وصلت له. هنا في بساطه وهنا في بساطه. الرحله او أيوة، الوصول. برافو عليك، الرحله او الوصول. صحيح. عايزين نتكلم على نماذج بقى حقيقيه من الواقع احنا النهارده، وده اساس الحلقه بتاعتنا. فعايزك تبداي معايا كده تحكي لنا قصه نموذج من النماذج دي، البساطه للنجاح سواء في الرحله او في الوصول نفسه. بص يا وسام، يعني اول ما انت قلت على طول نموذج، انا جه في بالي السبب الرئيسي اللي بيخلي اي شخص عنده تروما من طفولته او ما عندوش، يعني او تروما معينه بالموضوع ده. اوكي. فكره المعلم، المدرس، خصوصا في مرحله التكوين، مرحله الابتدائي. انا بشوف انه المدرس ممكن يبقى سايب اثر ايجابي جدا في الطفل، وممكن كمان يبقى عامل له تروما مكمله معاه عمره كله، بعد 20 30 40 سنه صح. هو لسه فاكر الموقف ده. انا بالنسبه لي شخصيا، اول ما انت قلت كده جه في بالي اكتر من معلم الصراحه. جه في بالي، يعني انا مش عايزه طبعا اقول اسامي، بكن لهم كل احترام وتقدير وبفتكر فعلا انه احنا ازاي كنا هنبقى او هنتكون من غير وجود النماذج دي، رول موديل ده. نموذج المعلم اللي انت وانت صغير بتشوفه ايديال في كل حاجه. نموذج المعلم اللي كلمه المدح دي اللي بيقولها لي هي معلمه وسايبه اثر فيا ازاي، وخلتني انا دلوقتي توجيهه بان انا شاطره جدا في كذا. النظره، يعني انت تبقى قاعد مستني في الفصل. انا فاكره كويس قوي معلم معين كنت منتظر حصته عشان اجاوب، كان ماس بالمناسبه يعني. اوكي. عشان بس اجاوب فهو يبص لي، فبقى عارفه ان عارفها اللقطه دي مني. ايوه بقى. وعلى النقيض هو كان عقابه شديد جدا. بس انا ده بعيد عني خالص، لان انا كوميتد انه لازم يبص لي النظره دي كل حصه. الاحساس ده فرق معايا قوي، فرق في تكويني قوي. معلمه تانية جت في بالي برضه دلوقتي وكنت اصغر شويه، الحنيه. انا ما اعرفش ليه انا ما بشوفها، يعني انا ما لحقتش جدي او جدتي خالص، بس انا كنت بتخيلها جده مع انها كانتش كبيره، بس هي جده. تحس كده حنان متدفق من ناحيتها تجاهنا كلنا، كانها محتويانا. وبرغم كده كانت يعني انضباط كامل في الحصه بتاعتها، بس في شعره كده هي بتحافظ عليها تخليك حاسس بحنانها. هي مش هتأذيك، هي مش هتقول لك كلمه جرح، هي هتطبطب عليك حتى بالنظره. فاهم الاحساس ده؟
فبحس انه نموذج المعلم ده فعلا ممكن يوديك في حتة تانية خالص، ده حقيقي. ويخليك انسان عندك ميموريز او ذكريات حلوة، وتساعدك فعلا انت تكمل، او تحبطك وتحسسك انه انا من الاول كنت فاشل. ودول المعلمين انت بتشاوري عليهم ان هم ناجحين رغم بساطة اللي عملوه بالتأثير اللي سابوه معاكي. ما ده الاثر، اه ده اللي احنا بنتكلم فيه. هم دوروا معايا. انا بشوفه هو شخص ناجح. طبعا. انت ازاي حد بعد 30 40 سنه انت لسه فاكره؟ صح. ومش انا لوحدي، احنا كنا الفصل فيه 30 واحد ولا 40 واحد، فاحنا انا واحده من 30 40 واحد. هو ممكن يكون قابل الاف الناس صح. اصلا، صح لان احنا بنتغير او نتبدل عليه. صح. شوف بقى هو ساب اثر مع كام واحد، تخيل، وبعد كام سنه. يعني الواحد اصلا احنا بقينا مشهورين بان احنا بننسى كل حاجه. ايوه صحيح. فانا فاكره لحد دلوقتي التفاصيل كامله، وصورتهم الذهنيه في دماغي واضحه جدا. هو ده الاثر وهو ده النجاح من وجهه نظري. لو النموذج ده مش ناجح، امال ايه اللي يبقى ناجح؟ صح برافو عليك يا منال. انا بشوف كده، وده اللي جه في بالي قوي. انت كمان يا اسامه اكيد عندك حكايات. انا عندي أنا كمان. انا انت لما اتكلمتي عن المعلم عن ليه نموذج، بس خلينا اقول حاجه برضو تانية جت في دماغي، ويمكن بسيطه قوي وبساطه جدا. اخلي القصه، احكي لك قصه هسميها ثلاثي القهوه. تمام. يعني القهوه انا بقعد عليها على طول، قهوه بلدي كده بقعد عليها على طول على طول قوي، ومده طويله قوي. يعني عارفه انت الامم المتحده كده يقول تعمل لك اجتماعاتك الاعضاء هناك. الدائمين للامم المتحده او مجلس الامن وليه حق الفيتو. انا أيوة. كده في القهوه دي يعني. فليه بقول ده؟ لان انا يعني قد ايه انا معاشر الناس دي قوي قوي. هم 3 ما شاء الله شباب، يعني اواخر عشرينات اول تلاتينات او نص تلاتينات. في منهم 2 اخوات وواحد تالت يعني. والاثنين اخوات دول مغتربين، يعني هم من الصعيد وبيجوا عارفه لكنهم مسافرين بره دوله من الدول العربيه، يقعدوا بالشهرين 3 وبعدين ينزلوا اجازه. اوكي، يعني بيبقوا شغالين هنا في شغلهم على طول القاهره في القاهره في القهوه. اوكي فالحقيقه والتالت مقيم في مصر عادي. تمام. اوكي. طب انا بشوف النجاح كدول كنماذج للنجاح فين؟ الاول الاثنين الاخوات دول ومتجوزين ومخلفين وكل حاجه. الحقيقه التزامهم غير عادي بشغلهم، اتقانهم لشغلهم مهما كانت بساطه اللي بيعملوه غير عادي. التعامل والمقابله والروح والكلام والحاجات حتى اللي بيتكلموا فيها والموضوعات اللي بيتكلموا فيها، رغم بساطه المكان ورغم بساطه الشغلانه، نجاح كبير انا متهيألي هو ده سبب ان انت اصلا مرتبط بالقهوه والله دي ليه بالذات لا؟ عن غيرها. ليه لا؟ ده حقيقي ممكن. والله يا منال. ممكن تكون بتروح فعلا عشان الناس ممكن. دول موجودين، يعني مريحين. والتزامهم، انا سر النجاح بتاعهم الاثنين دول في المسؤوليه. الله. مسؤوليه، عندهم مسؤوليه تجاه بيتهم وتجاه ولادهم بطريقه رهيبه جدا، مركزين في شغلهم قوي قوي حقيقه، ما بيطلعوش بره اي سياق الشغل. وفعلا لما بيقعدوا الفتره بتاعتهم هم ناجحين جدا في اداء الدور بتاعهم كويس قوي، وناجحين ان هم يقدروا يبقوا خدوا فايده مثلا ماديه من دوت اللي هم لما يرجعوا بالاجازه فتبدا حياتهم تمشي والقصص دي. فدول بالنسبه لي هنا ده في نموذج من نماذج النجاح ليه علاقه بالمسؤوليه. الثالث بقى اللي هو مقيم هنا في مصر، وبرضه انا بالنسبه لي بشوفه نموذج ناجح زيهم ولكن مختلف في شكل النجاح. احنا قلنا فاكره لما قلت البساطه في الرحله او في الوصول. هو رحلتهم دي بساطتهم كده في المسؤوليه، هو رحلته بسيطها رغم بساطته في الوعي. وهفاجئك ان هو راجل لا بيقرا ولا يكتب، هو شاب امي لا ما بيقراش ولا بيكتب، ولكن انا شايف بساطه رحلته في نجاحه في الوعي بتاعه. ليه بقى يا منال؟ اولا هو ملتزم جدا، وسر نجاحه في الامانه، عنده امانه شديده قوي قوي. الوعي بتاعه في ايه؟ رغم انه بساطه الشغلانه اللي بيعملها وبساطه الدخل اللي ممكن بيخش عليه، وانه مش بيقرا ولا بيكتب، الى انه حريص كل الحرص على تعليم بناته بطريقه غير عاديه. الله. وكل حياته مكرس حياته كلها وتفكيره كله واللي هو بيعمله ازاي يخلي بناته كويسين وشطار، وبيحلم يبقوا مش عارف عاملين متخرجين منين وعاملين ايه. ده وعي ملوش علاقه بان انا دخلت مدارس ولا ما دخلتش مدارس، ملوش علاقه ان انا بعرف اقرا واكتب ولا لا. فكون انه شاب زي ده يبقى عنده الوعي ده رغم بساطه الشغلانه دي ورحلته في ده، هو ناجح في انه يخلي ولاده كده، وعلى طول مدارس مش عارف ايه، ويخليهم يزودوا من التعليم بره في حاجات تانية
واهتمامه بيجيب لهم ايه وعايز يخليهم ايه وازاي هو بيتابع ده ويخلي ناس تتابع ده عنه عشان هو مش بيعرف يقرا ويكتب. لا انا بشوفهم صراحة نماذج عظيم، ناجحة جدا عظيم جدا جدا. رغم بساطتهم، مم. بساطة رحلتهم وبساطة الوصول. وهم اكيد دلوقتي بيسمعوني عارفين نفسهم، فانا ببعت لهم تحية جامدة جدا جدا جدا. يعني بحييهم معاك لان انا والله. يعني انا اشعرت بصراحه وانت بتتكلم عنهم، وخصوصا النموذج الاخير فكره التميز ده، اه انك اقرب، يعني اقرب حد نفسك تشوفه احسن منك هو ولادك، وتبقى مصر جدا اللي ناقصك في رحلتك تكمله معاهم. دي حلوة قوي صراحة. حرص رهيب يعني. انا بشوف كمان يا وسام وانت بتتكلم دلوقتي جه في بالي النموذج ده اتكرر عليا كتير او مر عليا كتير، اوكي وانا بشوف ان الست ما تبقاش شايفه في الاستيت دي انها ناجحه، تمام. لانها بتبقى مكبله بالاعباء. مكبلة يا لهوي والله على اصل ملهاش الكلمة. حل تاني يا انت عارف- وسام، انت كان عارفة لازم. مكبلة دي يقول لك مكبل بالحديد، واحد اتقبض عليه، صعب هي قوي. فعلا صعب. شايله قوي. مم. انا يعني حتى في القانون بيقولوا عليها المراه المعيله، مم. يعني هي ست تعرضت لظروف معينه سواء انفصال او وفاه الزوج او ايا كان، فجاه بقى معاها اولاد. هي ست ما كانتش بتشتغل، ما تعرضتش لسوق العمل وما تعرفش يعني ايه شغل. فجاه بقت مطالبه بانها تعول طفل 2 3 هي مسؤوله عنه، عن تربيتهم، عن تواجدها طول الوقت. احنا دايما بنقول ان الولاد لما بيكبروا حملهم بيقل، هم ما فيش ولاد بيكبروا حملهم بيقل. اه انت طول الوقت صح. الابن او الابنه بيدوروا عليك عشان ي- ي- يلاقوا منك الدعم او يستمدوا منك الدعم، فتخيل انها مطالب منها تقوم بدور الاب، من الناحيه الماديه، من ناحيه المسؤوليه، من ناحيه قوه الشخصيه، نفس الوقت هي مطالبه بدور الام، الام. بحنيتها بتربيتها، بكمان حرصها بقى على الحفاظ على امور البيت كله، وازاي تراعي الاكل والشرب والنظافه وكل الحاجات دي. مع كل ده هي مسؤوله الاولى عن الدخل للبيت. ده ستريس فظيع. طبعا عشان كده المكبله طبعا. دي قليله يعني. صحيح. لانه وانا بكلمك على فكره في كذا نموذج، يعني حضرني كذا ست اعرفهم معرفه شخصيه، فكرة لما تيجي تتكلم معاها هي مش شايفة النجاح أصلا، مش شايفة كل اللي بتعمله ده خالص. هي مستنية حبيبتي آخر لحظة خالص في المشوار، لما ابنها أو بنتها يكبروا بقى ويتجوزوا ويبقى ليهم بيت لوحده. اوكي. مشوار طويل طبعا متعب ومرهق، لو طبعا. هي مش حاسة في خلال المشوار ده مم. إن هي فعلا ناجحة، إن هي فعلا محققة نجاح حتى في المرحلة دي. لو وقفنا دلوقتي طبعا وقفنا كل حاجة، صح. أنت ناجحة، عملنا هولد على اللي بيحصل. أنت ناجحة اوكي. بكل المقاييس، ناجحة وبتعملي مجهود فردين. اقل يعني اقل حد نقدر نقول ان هم او اقل عدد نقدر نقول 2 اب ايوه وام الاب بس. والام صح. ده كمان اب وام دلوقتي بقى بيستعينوا باخرين عشان يكملوا. بهبهات ومهمهات تاني. بالظبط. ايوه صح صح. فانت قايمه بدورين، مم. ودور منهم قاسي جدا، يعني انت مش مؤهله ليه بشكل كامل انك تقومي بيه لوحدك. انا بشوف ان دول يعني قصص نجاح متحركه. اي حد حواليه حد بالشكل ده لازم يشاور له على النجاح عشان، او يشاور لها على النجاح عشان تشوفه. صح. لانه ممكن ما يكونش عندها رفاهيه الوقوف والهولد زي ما انت قلت، انها ايه ده، انا مشيت مشوار، انا حققت نجاح معاهم، انا لسه واقفه اصلا، مم. انا لسه بسند. دور كبير، دور عظيم. انا دايما القصص دي بتحضرني لانها انا بخلص قصه بقابل حد تاني، ايوه يعني انت موجودين في بتقابلهم طول الحياه. الوقت. صح صح. وهو ده اللي احنا يعني بنقصده الحقيقه من القصص دي اللي احنا بنقولها دلوقتي. الكلمه اللي انت قلتيها يا منال، ان لو حد شايفنا وبيسمعنا وعنده زي دول في حياته يشاور لهم على صحيح يا النجاح. حسام. ولو حد من الناس دي شافنا وسمعنا ياخد يبقى ياخد باله. باله انت ان هو كده ناجح. انت ناجحه دي نقطه جدا، مهمه انت قوي ناجحه يعني. جدا وماشيه في طريق النجاح وعامله حاجه عظيمه قوي، لازم ده قصدنا تشكري كمان نفسك. اصلا من ده، سواء صحيح. اللي يسمع يشاور لحد يعرفه، او الشخص نفسه لو هو واحد من دول يعرف ويدرك ان هو قد ايه ناجح، وان احنا قد ايه واخدين بالنا ده ومقدرين ده، وحاجات صحيح. شبه كده كتير. انت عينيك لمعت قوي يا وسام وانا بحكي عن المعلمين او معلمين. المدرسين، رجعتي لي تاني. اوكي. مش ناسيه انا. اه لانك حسيتك كده، يعني كانك اتاثرت قوي بالقصه بتاعتي انا او اللي انا ده شايفاه. حقيقي. حقيقي. قبلك ايه يا وسام؟ مدرسة الفيزياء
يعني انا هتكلم عنها، ولو هي هتشوفني او هتسمعني هتبقى عارفه نفسها كويس جدا جدا. والحقيقه قصتي معاها وقصه نجاحها معبره جدا، ورغم عمقها اللي انا بسيطه جدا جدا. وهو الموضوع يا منال ببساطه هو فعلا، عارفه زي من 30 سنه هو فعلا كده. وكانت بتديني فيزياء وفي ثانويه عامه. تقيله الفيزياء. ثانويه عامه قديمه، خلي بالك. تقيله انا تقيله يعني. لا، ثانويه عامه، انا كنت ثانويه عامه قديم، مم. اخر حاجه في القديم خالص، مم. اخر سنه. فكانت تقيله قوي قوي، يعني كانت ماده صعبه جدا وكانت تقيله جدا. وهي الحقيقه كانت هي اصلا طريقتها بسيطه جدا، بسيطه قوي قوي، لان انا كان في اكتر من مدرس قبلها بيديني فيزياء، وهو في نفس الوقت نقلت على كذا حد. يعني الدنيا صعبه، هو مصعبها وحاجات كتيره كده. لكن هي بقى البساطه هنا نجاح فين؟ في بساطه شرح الماده نفسها، بساطه انها حاجه صعبه جدا وحاجه مكلكعه وحاجه عميقه قوي وكلها معادلات وحاجات كده. قد ايه هي خلتها بسيطه قوي قوي قوي، وخلتني احبها بطريقه فظيعه جدا. فحببتني في الماده اكتر من ان انا حاجه عليا انا عايز اعملها. فدي نقطه كانت مهمه قوي بالنسبه لي. والحاجه التانية طريقتها في التعامل حتى. يعني انا هفاجئك ان انا لغايه دلوقتي الكشكول بتاعها اللي كانت معايا فيه وبتديني الحاجات فيه معايا لغايه دلوقتي محتفظ مش ممكن. لغايه دلوقتي. حقيقي ده لسه في مفاجآت كتيره، اصبري بس. ولما انا فاكر لغايه دلوقتي والله شايفها قدام عيني كده في ورقه مكتوبه جوه الكشكول دي: شاطر يا وسام. هي كانتش مدح، كانت بتتريق عليا. وانت يعني فاهم. انا فاهم بالظبط كده. ما بقول لك يعني حتى الطريقه انها بتحاسبني على حاسبك بمدح. يا نهار بتحاسبني ابيض. على حاجه انا غلطتها وعملت المساله تلاقيها وحلتها. مش دارسه علم نفس ولا خالص عارفه ايه تاثير خالص. ده عليك ايه كانت تكون بعدين. خدت ده مثلا جوه في الكليه زمان، بس انها تفضل تتعامل معاه بالطريقه دي، وعملتها لي جوه دايره كده وبخطها الجميل: شاطر يا وسام. فطبعا لما عرفت خدت الحاجات دي بتعلم بقى تاثيرها بقى. يعني ده كانت الرحله الوصول بقى. تاثيرها في منال، انا طلعت من امتحان الفيزياء ثانويه عامه، حيث بقى الناس خبط في بعض عياط. حرفيا والله اللي هقوله لك اه ده. كلمتها في التليفون، كانت انا فاكر الدرجات كانت من 60، الفيزياء كانت عندنا من 60. كلمتها في التليفون بعد ما رجعت مع نفس الامتحان كده وقبل ما اروح البيت. قلت لها انا هجيب 44 من 54. لا 54 من 60، او هي كانت من 50، سوري صح. الدرجه كانت من 50، وقلت لها هجيب 44. الفيزياء والكيمياء والاحياء كل واحده كانت من 50. كلمتها وقلت لها عشان انا فاكر الدرجه، هو ده اللي خلاني اصحح النهايه العظمى باخر يعني. قلت لها هجيب 44 من 50. متخيله تاثيرها كان واصل معايا لايه؟ ان انا اطلع وانا براجع الامتحان بناء على اللي هي اديتهوني اقول لها كده، والشهاده يبقى فيها كده يا بنات، وهي تكون اول واحده تكلمها قبل حتى ما تروح البيت. دي لفته نظري قوي. وجبت 44 من 50 فعلا. انت متخيله التاثير ده؟ بعد كده خد قوه تاثيرها، هي سافرت بقى دوله عربيه، وانا دخلت الكليه ودخلت في حياتي ومشيت. عايز اقول لك انها على طول في بالي. انا الحقيقه ما تواصلتش معاها، على طول دايما في بالي، دايما بفتكرها، دايما مأثره معايا لغايه وكنت دايما عايز اوصل لها. والحياه بقى خدت الدنيا، وخلال 30 سنه انا ما تواصلتش معاها خالص خالص. وعلى طول هي في بالي. واللي هيأكد انها على طول في بالي ان انا من حوالي شهرين دورت على رقم تليفونها، جبت رقم تليفونها، كلمتها في التليفون. يا نهار ابيض. والله العظيم يا منال. كلمتها في التليفون. الصوت الاول انا استغربته، بعدين بدات اقول لها انا وسام عثمان اللي قالت لي بس والله بعد 30 سنه عمرنا ما اتكلمنا. مش محتاج يا حبيبي تكمل حاجه تاني. الله. والله. وازيك، وبقى مكالمه كانت رهيبه وجميله فوق الوصف وفوق الخيال. قد ايه انا حسيت احساس مختلف، ان فعلا قد ايه شخص هو كان مدرس ليا في يوم من الايام. وانا تعمدت اقول لك انا ما اتصلتش بيها 30 سنه، بس كانت دايما في بالي. وفعلا كلمتها من شهرين. هو ده النجاح يا وسام. كانت مكالمه انا نفسي حتى روحي ردت تاني. يعني واخده بالك ازاي قد ايه هي اتبسطت، وقد ايه انا قلت لها، عبرت عن كل حاجه كانت جوايا، ان قد ايه هي فعلا فارقه معايا، وقد ايه كانت فيها تاثير سابته. ده نموذج، انا بالنسبه لي نموذج مؤثر، نماذج نجاح يعني بسيط، مش نجاح عادي، ده مؤثره جدا. وانت واحد برضو زي ما قلت كده من 1000 واحد او اكتر كمان تكون اتعرضت ليه في حياتها.
خطيره انا قوي. بشكرها وبحييها، هي لو شافتني وسمعتني او هبعت لها الجزء ده بقى ان شاء الله لازم. ان شاء ان الله. شاء الله يا بنات. محتاجين يا وسام، وده كان الهدف الاساسي من قصه، انه احنا عندنا جزء تاني للحلقه بتاعت النجاح، ان احنا نجيب نماذج او نتكلم عن نماذج. احنا محتاجين نشجع النجاح ونشجع الناس انها تشوف نجاحها وانهم يحسوا باستحقاق فعلا لنجاحهم. صح. انتوا ناجحين واحنا بنشاور على نجاحكم كلنا، يعني كلنا نبقى خارجين من الكلام ده انه احنا محتاجين نشاور لبعض على النجاحات ونشجع بعض. ده اللي هيخلي الناس دي قادرة تكمل. لما انا يتقال لي ان انا اللي بعمله سايب اثر، اكيد هكمل وهكمل كمان بنفس الحماس، وكل الحاجات اللي احنا قلناها في الجزء الاولاني صح. هقدر احافظ عليها، وانا ابص لنفسي واشاور على النجاح اللي انا بعمله كمان، هيشجعني ان انا اكمل كمان. صح. لما انا اشكر حد وامتن لحد انه ناجح وانه بنجاحه ده اثر فيا، انا كمان هتشجع ان انا اكمل واني اسيب اثر برضو. خلصت قعدتنا النهارده، بس لسه في قعدات تانية كتير. هنستناكم تيجي تقعدوا معانا، وادي قاعده مع منال ووسام.